تشوط مع نفس المكان، مع القمة، مع الصدارة. نعم، الشعار الأدعم يحضر في أول أشواط هذا اليوم. سلامي عليك يا الذهبي، والسلامات تغادر إلى الأشقاء في دولة قطر. تهانينا والف مبروك للجنة الشحانية على الفوز بالمركز الأول والمركز الثاني. شوط القعدان الرئيسي أعلنت انطلاقته، وحيل المايك للزميل المبدع والمتألق فواز بن سعيدان العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه نطلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل محبة وسلام. نلتقي بحضراتكم في مساء يوم الجمعة المبارك وفي 15 من ديسمبر لعام 2023 للميلاد، في هذا المساء الاستثنائي الذي نشهد من خلاله انطلاقات وتحديات ومنافسات سن اللقاية وانطلاقة الأشواط المفتوحة على بركة الله. أعلنت شارة البدء لانطلاقة أقوى الأشواط في هذا المساء. الشوط الرئيسي لفئة القعدان من مسافة ال5 كيلومتر هي المسافة، وهي الرحلة المصاحبة لأحداث ووقائع هذا الشوط ضمن تحديات وانطلاقات مهرجان المؤسس طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته. إذا متابعينا الكرام، نذهب ونسير ونفتتح النداء مع أول المراكز المتقدمة. يتقدم أشقر مع المركز الأول لهجن الشحانية مع صدارة هذا الشوط ومع مقدمة هذا الشوط بقيادة الشبل من يقدم لنا أشقر جابر بن سالم بن جابر بن علي بن فاران في عملية التضمير. المركز الثاني القدوم والوصول من قبل برق مع المركز الثاني لهجن الشحانية بقيادة البرنس في عملية التضمير. جار الله بن محمد بن عقيل في عملية التضمير. يتابع لنا انطلاقة برق مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الوصول وأتابع القدوم مع المركز الثالث. الوصول من مذخور بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود خالد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري في عملية التضمير. متابعا لنا انطلاقة وتحركات مذخور بهذا الشعار الملكي. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات شعار العجمي مع انطلاقته بالمركز الرابع حمد بن محمد بن فهد العجمي يقدم لنا في هذه اللحظات المنتبه مع المركز الرابع. المركز الخامس قدم في هذه اللحظات متعب بشعار هجن زعبيل القادمة في هذا المسار مع انطلاقة متعب. المتألق في المتابعة وفي عملية التضمير راشد بن محمد بن سعيد بن محمد بن مروشد يقدم لنا متعب في عملية التضمير. إذا متابعينا الكرام، نداؤنا الأول للمراكز الخمس المتقدمة أتممناه على مسامعكم، ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول وإلى صدارة الشوط. أشقر مع مقدمة الشوط ومع صدارة هذا الشوط. يتقدم الشعار الأدعم مع المركز الأول ومع المركز الثاني. أشقر هو المتقدم بالصدارة لهجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن جابر بن فاران في عملية التضمير. متابعا لنا انطلاقة أشقر بالمركز الأول وبصدارة هذا الشوط في مكانه الذي اعتدناه. يا سلام على أشقر وانطلاقته بالمركز الأول. برق مع المركز الثاني. وصل برق في هذه اللحظات مع مركز الوصافة بشعار هجن الشحانية كذلك باختلاف المضمرين. جار الله بن محمد بن عقيل في عملية التضمير. متابعا لنا انطلاقة في هذه اللحظات برق مع المركز الثاني، ولكن الخطورة بدأت في هذه اللحظات مع وصول شعار هجن زعبيل القادمة في هذه اللحظات مع انطلاقة متعب من يحتل المركز الثالث. قدم في هذه اللحظات متعب بشعار هجن زعبيل. المتألق في المتابعة راشد
راشد بن محمد بن مروشد في عملية التضمير. ورابعا يصل الشعار الأخضر، يصل الشعار الملكي في هذه اللحظات ليتقدم في هذه اللحظات مع المركز الرابع. مذخور هو القادم بالمركز الرابع، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود المتقدم مع اندفاعي مذخور بالمركز الرابع. وخالد بن عبد الله بن طالب بن شريم في عملية التضمير. يتابع لنا تحركات مذخور وانطلاقي مذخور مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس أتابع الوصول والقدوم في هذه اللحظات من قبل شعار هجن العاصفة القادمة في هذه المنافسة وفي هذا الشوط الرئيسي، مقدمة لنا شعارها واندفاعة شاهين بقيادة غياث الهلالي مع المركز الخامس. ولكن نعود إلى المركز الأول، نعود إلى صدارة الشوط، إلى المقدمة، إلى المركز الأول. أشقر منذ البداية حتى هذه اللحظات قائدا لمسيرة هذا الشوط، ينطلق مع المركز الأول، يندفع مع صدارة هذا الشوط. أشقر مع المركز الأول لهجن الشحانية، هي المتقدمة في هذا المسار بكل عزم وإصرار مع انطلاقة أشقر بالمركز الأول واندفاع برق مع المركز الثاني. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير والمثير، ولكن السناري بدأ بالهجوم مع الجنيه هو القادم. مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري يشن غاراته مع الأمتار النهائية ليتقدم في هذه اللحظات الجنيه، والكفة مليئة بالترشيحات لهذا الشوط الرئيسي. ولكنها أشقر والأمتار النهائية ما شاء الله على انطلاقة أشقر لهجن الشحانية. الشبل في المتابعة، جابر بن سالم بن جابر بن فاران يقدم لنا أشقر بانطلاقته المعتادة دائما مع الأشواط الرئيسية. هذا البطل وهذا الشعار الحاضر في كل المعارك وكل المهرجانات، يتقدم الشعار الأدعم بالشوط الرئيسي. يا سلام يا سلام يا سلام على أشقر وانطلاقته. تهانينا والنوماس لهجن الشحانية ولجماهير هجن الشحانية على هذا الفوز وعلى انتزاع أشقر نوماسي هذا الشوط الرئيسي. تهانينا وألف مبروك لهجن الشحانية والنوماس، لا شك بذلك عبر من أبواب هذا الميدان إلى ميدان التحدي. تهانينا للأشقاء في دولة قطر على هذا الفوز. المركز الثاني من نصيب الجنيه مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري، وثالثا من نصيب مذخور بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ورابعا برق لهجن الشحانية. والمركز الخامس من نصيب متعب لهجن زعبيل. نعود بالتهاني والتبريكات لهجن الشحانية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار واحتكار الأشواط الرئيسية في هذا المساء. تهانينا وألف مبروك لهجن الشحانية على فوز أشقر بالمركز الأول بقيادة جابر بن سالم بن جابر بن فاران. تهانينا وألف مبروك متابعينا الكرام. لحظات وتعلن شارة البدء لانطلاق الثالث الأشواط في هذا المساء. إذا متابعينا الكرام تهانينا وألف مبروك لهجن الشحانية على هذا الفوز.